أستاذ درندش وحكايات درندش فاتتنا للأسف، بس اليوم نجتمع بمهرجان بغداد الدولي للمسرح. كيف رأيت العرض الإيطالي أوفيليا؟ العرض الإيطالي أوفيليا أختصر أنه العرض الأنيق الدقيق الذي قدم لنا عرضا فيه انسيابية، فيه توافق حركي، فيه إمكانيات جسدية. طبعا العرض بدون لغة، كانت لغة الجسد هي الطاغية على العرض. قدموا لنا حكاية من خلال الجسد ما أروعها. طبعا الممثلون أو الراقصون كلهم يمتلكون طاقات جسدية هائلة، يعني واضح على أنهم يتدربون يوميا أو هم متدربين منذ الصغر، يعني ممارسين. هم هذا العمر اللي يقدم لنا دراما دانس أو اللي يقدم لنا فيزيكال ثياتر، المسرح الفيزيائي. هؤلاء هم أطفال، هم في الباليه، عندما يكبرون يوصلوا إلى عمر 17 18 يتحولون إلى الدراما دانس. ولهذا شوف انتم امكانياتهم الجسديه هائله، في حكايه، في انفعالات مدروسه صحيحه، في علاقات ما بين الشخصيات كلش دقيقه، هناك مخرج يعني له عقليه تمتلك ثقافه عاليه في هذا النوع. بلا مقارنات كان عرض قريف ايضا الراقص. طبعا كيف انطباعك عن هذا العرض وذاك كون اوروبا واسيا؟ بالقريب طبعا مجموعه من الشباب، هو المخرج لهاي المحاوله الاولى. شبابنا هم يعني هم يتدربون، ليس هنالك مثلا ورش تمثيل، وليس هنالك عندنا استوديوهات شخصي يحتاجون الى تدريب جسدي. يعني هم يشاهدون التلفاز، يشاهدون بعض الاشياء، ولكنهم يعتمدون على انفسهم. ولكن هؤلاء وراءهم مدارس رقص، يعني هاي مدارس رقص. يعني حكايات درندش ستعاد، بسؤال اخير، حكايات درندش ستعاد بنعم او لا؟ نعم ستعاد حكاية درندش، ستعاد في بغداد، وأيضا سأعمل جولة في جميع المحافظات، سأعرض حكاية درندش في الكنائس وفي المعابد وفي البيوت الثقافية والأثرية والأماكن السياحية وفي كثير من المناطق.